معاكم باشمهندس زياد. يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله هنتابع مع بعض كورس الإليستريتور. بس مبدئيا عايزين نعرف يعني برنامج الإليستريتور ده هيفيدنا في إيه، أو هو بنستخدمه في إيه. طيب، هو مبدئيا كده برنامج الإليستريتور يعني هو برنامج رسم بنرسم عليه رسومات، بنعمل عليه لوجو كده. بس هو بيفرق عن الفوتوشوب يعني علشان الناس اللي هي شغالة في فوتوشوب يعني أو عندها فكرة. هو بيفرق عن الفوتوشوب إن الفوتوشوب برنامج بيعتمد على الستارت، أما الستريتور بيعتمد على الفيكتور. طيب إيه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ طيب علشان نفهم الجزئية دي يعني هنشوف الصورة دي معمولة بالفوتوشوب، يعني معمولة بالستارت. لو عملنا عليها زوم هنلاقي إن كل ما بنعمل زوم كل ما الصورة بتبكسل، يعني كل ما الجودة بتاعتها بتقل، كل ما جزئيات البكسل بتاعتها بتبان المربعات دي. طيب انما الالستريتور فيكتور كل ما بنعمل زوم كل ما الجودة تبقى ثابتة وهي ما بتتغيرش. طيب احنا دلوقتي فتحنا البرنامج فهي دي بتبقى الواجهة بتاعة البرنامج. في بقى ناس عندها نسخة، يعني إصدار تاني غير ده، مش بيجي لها الواجهة دي، يعني مش بيجي لها ويلكم باك تو الستريتو وكرييت ناو. والجزئية دي بتبقى كل الجزئية دي بتبقى شاشة سمراء بس، مفيش غير الجزئية اللي فوق. طيب الأول لو حضرتك معاك النسخة اللي هي موجود فيها الجزئية دي، طيب أبدأ المشروع ازاي أو أبدأ أشتغل على البروجكت ازاي؟ هنيجي نضغط على كرييت ناو. بعد ما نضغط على كرييت ناو هيجي لنا الجزئية دي. طيب ايه ده، او ان انا افهم منه ازاي وكده؟ اول حاجة هنا العرض والطول. هنشوف احنا محتاجين مقاس ايه عرض ومقاس ايه طول. هنا الوحدة القياس السنتيمتر، البكسل، المليمتر. كل دي القياس يعني، بس احنا تقريبا شغلنا كله او معظمه هيبقى على السنتيمتر. هنا هنكون عايزين الشاشة بالطول او بالعرض. يعني البليد دي هنسيبها دلوقتي، يعني مش هنستخدمها دلوقتي، يعني هنشرحها بعدين إن شاء الله. الكالر مود هنا هيجي لنا سي ام واي كي يا اما ار جي بي. طيب السي ام واي كي احنا هنشتغل عليها علشان هتبقى الجودة بتاعتها يعني احسن من الار جي بي، ولو استخدمناها في الطباعة. الهايد يعني هنخليها 300 مش 72 علشان الصورة ما تبكسلش مننا. بعد كده هنلاقي فوق هنا سيف. دي الحاجات اللي احنا حفظناها قبل كده واشتغلنا عليها وسيفناها. الموبايل، لو هنا محتاجين مقاس موبايل ايفون اكس، هنلاقي هنا تحت هنلاقي ابل، يعني كل المقاسات بتاعت التليفونات اللي احنا عايزين نستخدمها. جنبها هنلاقي الويب لو هنشتغل على موقع او ويب او كده. البرنت لو هنشتغل مقاسات طباعة هنلاقي برضه هنا ال A4، البرنت، ال B4، كل ده. الفيلم والفيديو لو هنشتغل على المقاسات الفيديو. طبعا برضو في كل جزئية هنلاقيه هو يعني مثبت لنا المقاسات. طيب احنا هنشتغل ايه؟ هنشتغل على المقاس ال A4. هنيجي ضاغطين هنا هنلاقي هو اوتوماتيك عمل لنا المقاسات بتاعته. عايزين نسمي هنا، يعني اول حاجة هنا برضو هنا دي التسمية بتاعت البروجكت، يعني ممكن نسميه ايه؟ سيشن 1. ده كده اسم البروجكت بتاعنا. طيب علشان اعمل، خلاص انا عملت المقاسات بتاعتنا،
وعايز ان انا اشتغل بقى، ابدا ان انا اشتغل على البروجكت بتاعنا. هنيجي هنا خلصنا كده كل المقاسات بتاعتنا، هنلاقي تحت كده كرييت. هنضغط على الكرييت، هيخش على البروجكت. ده مبدئيا للناس اللي معاها النسخة اللي هي زي اللي معايا دي. طيب الناس اللي بيجي لها الشاشة سودة خالص ومفكرة ان هو البرنامج فيروس او برنامج مش شغال معاها وان انا مش زي النسخة دي، طيب هنعمل معاها ايه؟ هنلاقي فوق كده، هنلاقي كده كلمة فايل. هنضغط على الفايل، هنيجي على أول واحدة هنلاقي كلمة نيو. هنضغط على نيو، هيظهر لنا نفس الواجهة اللي ظهرت من شوية. هنعمل طبعا نفس المقاسات، وبعد ما نخلص المقاسات بتاعتنا هنضغط كريت. طيب أنا مش عايز أطلع على فوق وأضغط الفايل وبعدين أضغط نيو وبعدين ممكن أتلخبط. هيجي نضغط على كنترول إن اختصار، هيظهر معانا نفس الوجه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نخش نعمل أول بروجكت بتاعنا. طيب هو فتح لنا البروجكت، الجزئية اللي احنا هنشتغل فيها والأدوات بتاعتنا اللي احنا هنعرفها إن شاء الله. طيب ازاي بقى بنستخدم الواجهة؟ ازاي بنكبرها؟ ازاي بنصغرها؟ طيب انا شايف ان هي كبيرة اوي، انا عايز المساحة تبقى ابعدها شوية، ازاي اكبر ازاي اصغر؟ طيب طيب الاختصارات دي احنا عايزين نسجلها علشان هتوفر علينا كتير. علشان لو عايز اصغر الشاشة واخليها تبقى بعيدة شوية، هضغط كنترول ناقص. كل ما اضغط كنترول ناقص كل ما هتبعد معانا، كل ما اضغط كل ما تبعد. طيب عايز ازود، هنضغط عكسها كنترول زائد. كل ما نضغط كل ما نضغط هتكبر معانا. طيب انا عايز، انا بعدت جامد او صغرت جامد، فعايز الحجم البروجكت بتاعنا يبقى على حجم الشاشة طبيعي، لا بعيد قوي ولا صغير قوي، اللي هو المقاس المظبوط. هنضغط كنترول ناقص، اوتوماتيك ظهر لنا الشاشة البروجكت كامل. هنبعد شوية علشان نكون عارفين نشتغل ونعرف نشوف كويس. طيب أول حاجة عايزين نعرفها ازاي ارسم على البرنامج. لو عايز ارسم ريكتانجل مستطيل، عايز ارسم دايرة، عايز ارسم ستارت نجمة، آه، ارسم ده ازاي؟ هنيجي طالعين فوق هنا هنلاقي شكل الريكتانجل موجود عندنا. طيب في برضو نسخة ما بيكونش موجود فيها شكل المستطيل ده، ممكن يكون دايرة، ممكن يكون نجمة، ممكن يكون معين أي أشكال من الأشكال دي. طيب علشان اجيب اختار انا اللي انا عايزه، اختار بقى الريكتانجل، اختار مثلا عايز ارسم دايرة، عايز ارسم نجمة، اعمل ده ازاي او اختارها ازاي؟ هاجي هضغط كليكت يمين، هيظهر لي كل الرسومات اللي عندي. طيب احنا هنختار ريكتانجل، يعني نرسم اول ريكتانجل، بس نغير اللون علشان يكون اللون واضح. بعد كده هضغط كليكت وبعدين اشد بالماوس ارسم الريكتانجل، ظهر معانا كده. طيب الناس اللي شغالة الفوتوشوب، هي الفوتوشوب علشان نحرك او نكبر او نصغر الريكتانجل اللي معانا او اللاير اللي معانا، بنستخدم كنترول تي علشان نصغر او نكبر. في الاستريتور مفيش ده، علشان اي حركة نتحركها في اي حاجة في الاستريتور لازم نكون ضاغطين على السلكشن تول. هنستخدم النهارده السلكشن تول والدايركت سلكشن تول. اول حاجه السلكشن تول، علشان نستخدم السلكشن تول لازم نكون محددين على الريكتانجل.
يا نعمل كده نحدد على الريكتانجل، نضغط كليكت وبعدين نحدد عليه، هنيجي نجيبه يمين نجيبه شمال، نكبر نصغر يعني. هو هي هيستخدمه معانا كده. بس مش هيتحرك معانا لو انا جايب مثلا اي اداة تانية. لو انا حطيت مثلا على الريكتانجل ده وعايز احركه، مش هيتحرك معانا، هيرسم لي ريكتانجل تاني. طيب علشان احركه ممكن ارسم ريكتانجل تاني ونشوف الفرق. دلوقتي ضغطنا على السلكشن تول. انا دلوقتي عايز احرك الريكتانجل الصغير. احركه ازاي؟ لازم احدد عليه، لازم ايه، احدد على الريكتانجل ذات نفسه. طب عايز احرك الريكتانجل التاني، لازم احدد عليه برضه، احرك، اكبر، اصغر، لازم يكون متحدد عليه. لو مش متحدد عليه عمره ما هي اهو. ده كده الريكتانجل ده، نغير بس اللون الريكتانجل ده علشان يعني نشوف الفرق ما بينهم الاتنين. طيب احنا دلوقتي كبرنا وصغرنا كل ريكتانجل لوحده. طيب انا دلوقتي عايز احركهم الاتنين مع بعض. لازم برضو يكون الاتنين متحددين سوا. احدد الاتنين، اعمل سيلكشن عليهم الاتنين، هنلاقي نحرك الاتنين، نحركهم سوا، الاتنين بيتحركوا مع بعض. دي اول حاجة. الحاجة التانية هنيجي نمسح دول، نرسم تاني ريكتانجل. علشان نعمل اختصار السلكشن تول هنضغط، يعني شغلنا كله هيبقى سلكشن تول. عشان طبعا هنحرك الريكتانجل، هنحرك اي لير هنحركه من السلكشن تول، لازم نكون ضاغطين على السلكشن تول. فاختصار السلكشن تول، بدل ما اطلع فوق يعني يكون مثلا الماوس في البروجكت معانا، وبدل ما اطلع فوق هاجي بدل كل ده، يعني مثلا ريكتانجل اهو وانا موجود تحت، هضغط حرف الفي هنلاقيه اوتوماتيك طلع يعني تاني اهو. الماوس بعيد، هضغط حرف الفي اوتوماتيك طلع على السلكشن تول. طيب انا همسك الريكتانجل كده، نخلي الريكتانجل احمر. طيب لو عملنا زوم هنا احنا شايفين ان اللاير ده او الريكتانجل ده بيتكون من لون احمر بس، او طبقة واحدة بس. بس هو بالعكس كده خالص يعني. لو استخدمنا الزوم، عملنا كنترول زائد، هنعمل زوم. هو طبعا عمره ما، زي ما قلنا، مش الجودة بتاعته مش عمرها ما هتقل، عشان طبعا بيعتمد على الفيكتور مش بيعتمد على الستارت. هنعمل زوم، هنلاقي ان هو بيتكون من طبقتين، الطبقة اللي جوه الطبقة اللي بره. طيب ايه الفرق ما بين دي والفرق ما بين دي؟ ده يعني عملنا زوم اكتر علشان يبان. طبعا واحنا في الشاشة والبروجكت من بعيد احنا مش شايفين ده، بس احنا لو عملنا زوم هو هيبان. طيب اول حاجة الجزء الاحمر اللي جوه ده اسمه فل، لكن الجزء اللي بره ده اللي هو في الحواف بتاعة الريكتانجل ده اسمه ستروك. ده هيفيدنا طبعا، يعني ممكن ان احنا مش عايزين ستروك خالص فنلغي اللون بتاعه، او نلغي اللون اسود نخليه لون تاني، فبيدي شكل للريكتانجل او لللاير بتاعي. ممكن برضو نلغي الفيل ونستخدم الستروك بس. فازاي اغير ده وازاي اغير ده؟ طيب هنطلع فوق كده، هنلاقي اللون الأحمر ده هو الفايل، الفل بتاعنا، واللي جنبه ده الستروك. إنما كلمة الستروك دي
ده لو عايز اكبر المقاس بتاع الستروك ذات نفسه، يعني هنا الستروك صغير، لو عايز اكبره هنيجي نضغط هنا نلاقيه بيزيد لوحده. هنزود نزود هنلاقيه بيزيد. بس طبعا هو مش هيزيد علشان احنا مش عاملين محددين على الريكتانجل. هنيجي مزودين الستروك، خلي الستروك كده، هنلاقيه اوتوماتيك زاد معانا. طيب عايزين نزود اكتر، هنلاقيه اوتوماتيك زاد معانا. طبعا عايزين كده. طبعا زي ما قلنا لازم اي حركة لازم نكون محددين على الريكتانجل. يعني مثلا انا مش هكون كده، احنا كده مش محددين على حاجة. فلو جيت هنا وغيرت المقاس ما عملش معانا. فهو دلوقتي لازم اكون محدد، او اي حركة عموما في البرنامج لازم اكون selection tool، احدد على البرنامج واغير المقاس. اغير مقاس الاستروك خليه 14 مثلا، اوتوماتيك زاد معانا. طيب نخليه واحد زي ما هو، ونرجع المقاس زي ما كان. طيب نبدأ ايه، نشتغل، نرسم مثلا ريكتانجل 2 أو 3 مع بعض عشان برضو في حاجة نعرفها. يعني ده لون أحمر، نخلي اللون التاني آه أسود. يعني ممكن نخلي دي نخليها دايرة. طبعا عشان نخلي الدايرة نروح للريكتانجل، نتك كليكت يمين، نضغط على الدايرة. طيب هنيجي برضو، يعني عايزين برضو نعرف حاجة، نلغي ده. علشان نيجي نرسم دايرة هنلاقي الدايرة مش مستوية، يعني ممكن بتروح معانا كده وتروح شمال وفوق. لا أنا عايز دايرة م- مستقيمة، يعني دايرة صح. يعني دي مش دايرة. هيجي مثلا هصغر آه عشان تبقى كويسة الدايرة، مش هتيجي معايا، مش هتظبط. طيب علشان أعمل دايرة صح، يعني الدايرة تكون بالمقاس الدايرة الصح، هاجي هضغط شيفت. خليني هضغط على شيفت واجي بالماوس اشد. لا بقى هيروح معايا الحواف، ولا هيصغر ولا يكبر. طيب انا عايز تبقى على نقطة، يعني ان النقطة المعتمدة فيها الدايرة تبقى ثابتة. هضغط شيفت الت، هو ثابت الدايرة. لو ضغطنا شيفت بس هنلاقي ان هو بيروح معايا يمين شمال بي. لا بس لو عايز تبقى مثلا النقطة بتاعتي الماوس اهو، هضغط شيفت الت واشد، لاقي ان دي النقطة اللي هو ثبت عندها. طيب كده الدايرة. طيب نروح على الستار. طبعا قلنا هنشد بالماوس ممكن. طب برضو لو عايزين ان هو تبقى على زاوية مستقيمة برضو، اهو اهو شيفت الت بيكبر ويصغر في نقطة واحدة. تمام. دي حاجة. الحاجة التانية لو جينا رسمنا كده، يعني عايزين نجيبها في نص الشاشة، نجيب الستار، هنيجي نرسم كده. طيب في حركة أنا ممكن أعمل كده. إزاي أعمل دي؟ في أشكال بتتعامل معايا، ممكن أعملها كده خالص من غير ستار، ممكن أغير. طيب إزاي الشكل ده اتعامل معايا؟ أعمل ده إزاي؟ أو أغير شكله كده إزاي؟ هنيجي نرسم عادي. طبعا هنكون محددين الستار بتاعتنا، هنيجي ضاغطين بالماوس وشادين كده. احنا ده الشكل بتاعنا. خليه في النص شاشة عشان يكون باين اهو.
طيب ازاي اغير الشكل واخليه بالحواف بتاعته كتير كده؟ هنيجي نضغط على الكيبورد للسهم اللي فوق والسهم اللي تحت، نضغط فوق هيغير معانا كده، نضغط تحت هيقلل معانا الحواف، بدل ما هو كان نجمة كده هيصغر معانا الحرف بقى واحد، هنزود تاني هيروح معانا، هيبقى حاجات كتير كده، كل ما احنا بنضغط بنزود بيشتغل معانا. طيب دي حاجة جزئية عرفناها برضه. الحاجة التانية، لو أنا عندي مثلا الدايرة دي، وعندي الريكتانجل ده، وعندي تاني النجمة دي، ايه اللي فوق وايه اللي تحت؟ عايزين نعرف ايه الجزئية اللي فوق وايه الجزئية اللي تحت. هنلاقي دلوقتي ان آه الشكل اللي هو يعني اللي احنا غيرناه طبعا من النجمة، مش عارف الشكل ده ايه بصراحة. آه هو اللي فوق، بعدين تحتيه الريكتانجل، بعديه تحتيه خالص الدايرة. طيب انا عايز اخلي النجمة دي ده عشان إن ايه ما تخيلناش ان احنا ممكن نمسحها خالص ونجيب نجمة. ايوه كده، تمام. طيب دلوقتي احنا عندنا ثلاث اشكال، الريكتانجل والدايرة والنجمة. هنلاقي ان النجمة هي الطبقة اللي فوق خالص، تحتيها الريكتانجل، تحتيها خالص الدايرة. طيب انا دلوقتي عايز اخلي النجمة هي اللي تحت الريكتانجل، مش الريكتانجل اللي تحت النجمة. يعني عايز اخلي النجمة هي اللي في النص، يعني برضو عايز اخلي النجمة تنزل طبقة لتحت. اعمل ايه؟ اول حاجة هحدد على النجمة. حددنا على النجمة، بعد ما حددنا على النجمة هنضغط كنترول جيم، هنلاقيها نزلت خطوة لتحت، أو نزلت طبقة لتحت. عايز أطلعها تاني، هيجي محدد عليها وهضغط كنترول دال، طلع تاني. عايز أنزلها تحت، كنترول جيم. عايز أطلعها، كنترول دال. طيب أنا دلوقتي عايز أنزلها تحت خالص. دلوقتي معايا كذا لير وكذا طبقة، عايز انزلهم. يعني مثلا عندي كذا لير وكذا ريكتانجل، فانا لسه مش هقعد اضغط كنترول دال كنترول دال كنترول دال لحد ما اوصل للاخر، معايا ليرات كتير. فعايز اضغط اختصار بسيط ي- يخليني ان انا يسهل عليا الموضوع وانزل النجمة تحت خالص. هضغط كنترول شيفت جيم، هنلاقي ان النجمة نزلت تحت اللاير وتحت الدايرة. طيب عايز اطلعها تاني، اطلع النجمة فوق خالص هي تحت. طيب احنا ممكن نعمل كنترول زد ونطلع تاني زي ما كانت. عايزين نخلي الدايرة هي اللي تطلع فوق خالص، هنيجي محددين على الدايرة، هنضغط كنترول شيفت دال، هنطلع فوق، هنلاقي ان الدايرة هي اللي بقت فوق، وبعدين النجمة، وبعدين المستطيل. ده بخصوص السلكشن تول. طيب هنلاقي لما نيجي نرسم ريكتانجل كده، هنرسم الريكتانجل، هنلاقي ان في
في الجوانب بتاعته، حواف، فوق، يمين، تحت، شمال، هنلاقي هنا النقط دي. النقط دي بنستخدمها ازاي؟ هنيجي نضغط على النقطة دي وندخل لجوه، هنلاقي ان هو غير لنا الشكل. طيب هنرجع تاني نضغط على النقطة، رجع لنا ريكتانجل تاني. طيب انا دلوقتي عايز اخلي الجزء ده هو بس اللي يميل معايا، مش اغير نقطة الاقي الاجزاء كلها اتغيرت معايا اوتوماتيك. طيب هنحدد على الريكتانجل، وبدل ما نضغط على السلكشن تول نضغط على دايركت سلكشن تول. ودي الأداة التالتة معانا النهاردة. عشان نضغط أو عشان نغير ال- الجزئية دي، نخليها هي يعني اللي هي تبقى عاملة كيرف هي لوحدها، بدل الأجزاء التانية آه، بتاعة الريكتانجل ما تتغيرش معايا. أعملها إزاي؟ هنيجي نضغط على النقطة بتاعة الجزئية اللي احنا عايزين يبقى ليها حواف، نضغط عليها، نضغط ونشد، هنلاقي إن هو أوتوماتيك عمل إن الجزئية دي بس لوحدها. نضغط كنترول زد علشان نرجع خطوة تاني لورا، علشان لو عملنا غلط نضغط كنترول زد. طيب عايز الجزئية دي هي اللي تاني، نضغط ضغطة ونشد، ما اروحش مرة واحدة كده واشد، هنلاقيهم كلهم اتعملوا. نضغط كنترول زد تاني كده الريكتانجل معايا. لو جينا ضغطنا على سelection دايركت سelection تول، وجينا حددنا الريكتانجل وضغطنا على النقطة دي وحددنا، هنلاقيه برضو كلنا كل الجزئيات بتاعت الريكتانجل اتغيرت معانا. نضغط كنترول زد عشان يرجع تاني. طيب علشان احدد نقطة واحدة بس، اجيب على النقطة اللي انا عايزها ولتكن مثلا هي دي النقطة اللي احنا هنستخدمها، هنضغط ضغطة ونشد. طيب عايز الجزئية دي، نضغط ضغطة على النقطة دي ونشد، بقى معانا الجزئية دي. طيب انا عايز اخلي لون الفل ده، اللي هو طبعا احنا قلنا ان اللاير مقسوم لجزئين، الجزء اللي جوه اللي هو الاحمر ده اللي هو الفل، والجزء اللي بره اللي هو الستروك. طيب انا عايز اخلي اللون، اخلي الستروك بس هو اللي موجود. ممكن نعملها من طريقتين. ممكن نطلع فوق كده، طبعا نحدد على الريكتانجل بتاعنا، هنيجي نطلع فوق كده هنلاقي لون احمر ولون اسود. ده اللون الاحمر ده زي ما قلنا طبعا اللي هو الفيل. علشان نخليه من غير لون خالص، طبعا هنا الالوان بتاعتنا ممكن اخليه اصفر، ممكن اخليه اسود، ممكن اخليه اي لون احنا عايزينه. طيب انا عايز اخليه من غير لون خالص، هنيجي نضغط على اول مربع عندنا دي اسمها نو كلر، هنضغط عليها هنلاقيه ادانا الجزئية دي، خفلنا الفل بتاعت الريكتانجل، بقى دلوقتي موجود عندنا الستروك بس. طيب انا عايز اخلي ارجع اللون تاني بتاع الفل، واخلي طبعا عشان ما نتحددش، عشان احنا ما كناش محددين عليه، هنغير اللون احمر، نخلي الفل احمر. طيب عايزين نخلي الستروك هو اللي من غير لون او مفيش ستروك عندنا، هنيجي نحدد على الريكتانجل ونيجي نطلع على المربع اللي جنبه ونيجي هنضغط على اول مربع اللي هو نو كلر ونيجي نضغط عليه، هنلاقيه اوتوماتيك شال لنا الستروك. هنيجي هنا هنعمل زوم، مفيش ستروك، يعني مبقاش عندنا ستروك. طيب علشان نخلي اهو، يعني رجع لنا الستروك تاني انا. طيب عشان اخفيه اهو، هنعمل طبعا سيلكشن على
الريكتانجل واخفي الستروك، هتلاقي اوتوماتيك شلنا الستروك. طيب ايه الطريقة التانية اللي احنا نعمل بيها نخفي الفل ونخفي الستروك، او نغير اللون ده ونغير اللون ده؟ اول حاجة نغير، نخلي الستروك تاني زي ما كان اسود. طيب دلوقتي في عندنا الفل وفي الستروك. الفل اللون الاحمر والستروك اللون الاسود. هنيجي نحدد الريكتانجل بتاعنا، هنلاقيه اوتوماتيك على الصفحة الجزئية اللي على ايدينا اليمين، هنلاقيه اوتوماتيك غير لنا الصفحة دي. طيب تاني، اوتوماتيك غير لنا الصفحة. لو حددنا على الريكتانجل هنلاقيه اوتوماتيك غير لنا الصفحة. بقى برضو عندي هنا حاجة اسمها الفل وحاجة اسمها الستروك. طيب عشان نغير الفل نفس الطريقة، هنضغط عليه ونغير اللون بتاعنا زي ما كان. عايزين نغير الستروك، هنضغط ونشوف اللون اللي احنا محتاجينه، ممكن نخليه نو كلر خالص كده. طيب في حاجة تالتة عايزين نعرفها، اللي هي الاوباستي. الاوباستي ده ايه يعني؟ الاوباستي ده بنستخدمه في ايه؟ طب احنا عرفنا الفيل والستروك. الفيل اللي هو الجزء اللي داخل الريكتانجل، الستروك اللي هو الخارج اللي هو الحواف من بره. طيب ايه هو الاوباستي ده؟ الاوباستي ده اللي هو الشفافية بتاعة الريكتانجل. هنيجي نضغط هنا هنلاقيه هو طبعا 100%. هنضغط نقلله، والاوباستي نقلله شوية، هنلاقيه بقى الريكتانجل معانا الشفية بتاعته قلت. نقلل شوية كمان هنلاقيه قلل كمان شوية. هننزل تاني هنلاقيه بيختفي تدريجيا. هنزود تاني. هو طبعا يعني هو مش هيبان ان هو شكله حلو دلوقتي، علشان ما هو دلوقتي هو الريكتانجل هو لوحده. لكن لو بعدنا كده هنلاقيه ان هو فرق معانا. هنخلي الاوباستي زي ما كان 100%. طبعا احنا دلوقتي عرفنا الاوباستي اللي هو ايه وبنستخدمه فيه. الاوباستي اللي هو الشفافية بتاعة الريكتانجل او اللاير اللي احنا هنستخدمه. طيب نيجي بقى نرسم مثلا علم فلسطين. هنيجي جايبين الريكتانجل وجايبين كده. بقى عندي لون احمر. طيب عايز اغير اللون. طبعا هو بقى فيه ستروك اسود وبتاع، فهنيجي محددين مغيرين الستروك نخليه نو كلر. بقى عندي اللاير من غير ستروك خالص. طيب دلوقتي انا عايز اغير اللون. قلنا طريقتين نغير منهم اللون بتاع اللاير بتاعنا. قلنا الجزئية اللي هتبقى فوق هنا في فوق الشاشة من فوق، والجزئية اللي على يمين الشاشة. طيب دلوقتي في طريقة تالتة نغير منها اللون بتاع اللاير. أول حاجة هنحدد على اللاير بتاعنا، ونيجي هنا على المربع الأحمر اللي فوق، وفي مربع تحت. المربع اللي فوق اللي هو الفيل، انما المربع اللي تحت هو الستروك. طبعا احنا عملنا الستروك نو كلر، فهو طبعا هيدينا العلامة الحمراء ان هو من غير لون الستروك. طيب انا عايز اغير اللون بتاع الفيل. طبعا هنحدد على اللاير بتاعنا وهنضغط على المربع ده الاولاني، هنضغط ضغطتين اوتوماتيك هيجي لنا جزئية الالوان دي، كل الالوان اللي احنا هنحتاجها. طبعا هنخليه اسود اول جزئية، اوتوماتيك هيتحول معانا. طيب انا عايز اخد كوبي من اللاير ده، بدل ما ارسم تاني ريكتانجل هاجي اعمل ريكتانجل تاني. ممكن ما يتظبطش، يعني ممكن ما يطلعش نفس المقاس. لا انا عايز نفس، ممكن يعمل كده معايا فما جاش ولسه هنزل وهضغط تاني. لا انا عايز اخد كوبي على طول وهيسهل عليا الموضوع خالص. علشان اخد كوبي من اللاير بتاعنا
هاجي على اللاير بتاعنا واضغط الت، طبعا نحدد اللاير، بعدين هضغط الت واشد وما سيبش الالت. طيب انا دلوقتي هو طلع معانا. طيب انا دلوقتي سبت الالت، هنلاقي سبت الالت معايا كده، لان انا ما خدتش كوبي. فطبيعي ان انا مادام سبت الالت من وانا بشد، فهو مش هياخد معايا كوبي. نرجع تاني وناخد نضغط الت ونشد، هنحدد على اللاير وناخد نضغط على الالت ونشد، طبعا علشان يبقى ثابت معانا، ما نشيلش ايدينا من على الارض غير لما نخلص خالص. سيبنا ضغط، بقى معايا 2 لاير تاني، علشان برضو ممكن في ناس تقع في الموضوع ده. انا دلوقتي عندي الجزء ده عايز اخد منه كوبي. هحدد اللاير واضغط الت، وبعد الالت هاجي شادد وانزل لتحت، وما سيبش الالت وانا غير لما اخلص خالص، واسيب اشيل ايدي من على الماوس وبعدين اشيل ايدي من على الالت. شلت ايديا، خلصت تمام. طيب عايز اغير اللون بتاع الريكتانجل اللي تحت، هاجي هضغط على حدد الريكتانجل، هضغط على المربع اللي تحت ضغطتين، وبعدين اخلي اغير اللون. بقت كده. طيب في علم فلسطين زي مثلث هنا. طيب اعمل مثلث ازاي؟ ممكن معانا طريقتين. طريقة ان احنا نجيبها من الريكتانجل، نرسم ريكتانجل ونجيب الريكتانجل نغير اللون بتاعه، نخليه احمر زي العلم. طيب بعد كده اعمل ايه؟ هاجي جايب الريكتانجل كده، وبعد هطلع فوق زي النقطة اللي هي فوق دي، هطلع بره الماوس سنة واحدة، هنلاقي الماوس اتغير معانا، بقى علامة كده، ونغير الماوس لحد ما يظبط معانا الجزئية دي. طبعا هو دلوقتي مش باين علشان آه لو عملنا سير يعني عملنا سيف للجزئية اللي احنا رسمناها، أي جزء بره البروجكت بتاعنا عمره ما هيطلع معانا. احنا كده دلوقتي عملنا الريكتانجل ده بطريقة، أو عملنا الجزئية اللي ناقصة من العلم بطريقة، بس الطريقة دي مش أحسن حاجة، إن هي ممكن تلخبط ناس معينة، بحيث إن في جزء بره فهو يخاف إن هي الجزئية ما تكونش ظابطة. طيب نمسح الريكتانجل ده، وأجي جاي هنا على الريكتانجل وأجي ضاغط كليك يمين وأضغط على النجمة. هضغط على النجمة وبعدين أشد. طيب عمل لي كده. طيب حد فاكر احنا كنا بنغير شكل النجمة ازاي؟ كنا بنضغط على السهم اللي فوق او السهم اللي تحت. طب لو ضغطنا على السهم اللي فوق هيكتر الحواف بتاعتنا، لا انا عايز اصغرها، انا عايزها حاجة واحدة بس. هاجي نازل هضغط تحت تحت تحت, تحت. بقى الجزئية دي اخليها معايا الف لحد ما تكون معايا بالشكل ده، وبعدين اجي محدد السهم بتاعنا مخليه كده، اجي ظابط الجزء بتاعنا. وبكده يبقى رسمنا العلم زي ما هو مرسوم. كده خلصنا اول سيشن. طيب احنا دلوقتي عملنا الجزئية بتاعتنا وعملنا البروجكت بتاعنا
بتاعتنا عايزين نسيف بقى، يعني عايزين نعمل سيف. طبعا كنا في الفوتوشوب بنستخدم نضغط على فيل وسيف وسيف كوبي او سيف از، وبعدين نسيف. طيب هو في الإليستريتور مش كده خالص. انما ازاي اعمل سيف؟ هاجي هضغط على ال... في الفايل بتاعنا فوق خالص، وبعدين هاجي جايب ضاغط على اكسبورت. بعدين هطلع بره هنا في الجزئية بتاعتها هضغط على اكسبورت از. بعد ما اضغط على اكسبورت از هنلاقيه جايب لنا الجزئية دي. طيب اعمل ايه بعد كده؟ بعد كده هنا طبعا اسم البروجكت بتاعنا. بعد ما خلصت هاجي مغيرين نضغط سيشن 1. ده كده الاسم بتاع البروجكت بتاعنا. طيب الجزئية دي لو عايز استخدمها، يعني الصيغة اللي انا هنزل بيها المشروع بتاعي، طبعا هشغله، يعني هنزله على جي بي جي. طيب كده اعمل ايه بعد كده؟ لازم اخلي الجزئية دي مفتوحة، ما تكونش مقفولة. اضغط كده لازم تكون مفتوحة. طيب لو ما كانتش مفتوحة، دي هتخلي ال البروجكت بتاعنا الجودة بتاعته قليلة خالص، و... ويكون مش بيفتح معانا اوقات. فلازم يكون الجزئية دي مفتوحة. بعد كده اضغط اكسبورت. باجي بعد ما اجي بعد كده هنلاقي هنا الريزولوشن بتاعنا هنا 300، ممكن يكون 72. لو 72 هنخليه 300، علشان لو ما عمل احنا طبعا عشان عملناها 300 في الاول في البروجكت بتاعنا، عملناها 300 مش 72. طيب لو 72 لا لازم نخليها 300، علشان الجودة بتاعت البروجكت بتاعنا او الشغل اللي احنا هنعمله عموما ما يكونش الجودة بتاعته مش هتعجبك. فلازم نخليها 300. نضغط على 300 وبعد كده نضغط على اوكي. هنيجي طالعين في بره هنلاقي ان هو اتحفظ عندنا هنا وبقى بسم الله. انا سيفته فين؟ ايوه اول سيشن هنا عملناه هنا اتسيف عندنا. طبعا الجودة بتاعتنا يعني عملنا زوم هنلاقي ان الصورة مش بتبكسل. لكن لو جينا على الصورة دي، يعني كل ما نعمل زوم كل ما الصورة بتبكسل ومربعات البكسل بتاعتها تبكسل. لكن هنا هنلاقي ان الصورة بعدنا زودنا الصورة مش بتبكسل. هي نفس السيشن بتاعنا ونفس الجودة، علشان ال ان الستريتور زي ما قلنا ان هو بيعتمد على الفيكتور مش زي الفوتوشوب بيعتمد على الستارت. وكده نكون خلصنا أول سيشن، ويا رب نكون استفدنا ومع ألف سلامة.